دي البلفيك فلور ماسلز، ودي الماسلز اللي بنمرنها خصوصا بعد الحمل عشان هي اللي بتتحكم في اليورينيشن والديفيكيشن والسكشوال انتركورس عامه. وبعد الحمل دايما بيحصل مشاكل في الفانكشنز دي. هعلمك الاول ازاي تشغلي البلفيك فلور ماسلز دي في بوزيشن وانت قاعده، لان ده اسهل بوزيشن تعملي فيه التمرين ده. وبعدين هنبدا نعمل بروجريشنز ونعمل التمرين ده في بوزيشنز تانية عشان نمرن الماسلز والتون بتاعها انها تشتغل في اوقات معينه بالطريقه اللي احنا عايزينها، وبالتالي نستفاد منها بالطريقه الصح. بتبداي تقعدي او تقعد وتخليكي ريلاكسد على الاخر. بعدين بنتخيل ان احنا بنحاول نمنع ان احنا نعمل ستول او نمنع ان احنا نعمل يورينيشن. بنشد المصل وبنحاول نركز على فكرة ان احنا مفيش اي يورين او اي ستول ينزل، كأننا بنمنع نفسنا ان احنا نعمل يورينيشن او ستول. بتبدأي تركزي وتحسي بالماسلز وهي بتشتغل وتتعودي عليها وهي بتشتغل. كل ما قعدتي تحاولي تعمليها وتجربي تعمليها، كل ما تحسن الكونكشن ما بين يور برين والماسلز دي عشان نقدر بعد كده نشغلها. في الاول هتكون الماسلز ضعيفه وصعب ان انت تشغليها، والكونكشن ما بين يور مايند والماسل دي هيبقى ضعيف، بس بعد كده هيبدا يقوى يوم عن يوم واسبوع بعد اسبوع. حاولي تفكري وتركزي ان انت تعملي زي اللي بيحصل في الفيديو، ان انت تكونتراكت الماسلز دي وتخليها تتشد على بعضها. بعد ما تتعلمي ازاي تشغلي الماسلز دي، اثبتي عدد الثواني اللي مكتوب لك، وكده انت خلصتي التمرينه او السيت بتاعتك، وعديها على حسب السيتس اللي مكتوب.